خذ التقويم وأنشر الأيام كلها، بتلقى في 10 أيام تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام كلام مختلف تماما. قال: ما من أيام، تقويم السنة كلها، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها، وفي حديث المسند الإمام أحمد أعظم وأحب وهنا خير من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. الصحابة عندهم الآن أن في أعمال في الدين، في صلاة وفي قيام في الليل يمكن يجهدك ويتعبك بنومك، صح؟ وفي زكاة تدفع من مالك وصدقات، ولا؟ وفي صيام يجوعك، وفي لكن عندهم أعظم شيء إنها الروح تقدم في سبيل الله، صح؟ أعظم شيء، ما في أعظم من الروح. الواحد يدرس عشان يبغى يمتع وهو حي، ما في أحد يقول أنا ببني بيت عشان إذا مت أتمتع ببيتي، لا مو لك خلاص، صح؟ فالصحابة يعرفون أن أعظم شيء ممكن الإنسان يقدمه لدين الله أنه يقدم روحه. فقالوا: يا رسول الله، الكلام هذا خطير، يعني أحسن أيام مرة قال مرة أحسن أيام، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني لو أروح أطلع نفسي في سبيل الله لله. قال: ولا الجهاد، والله كأنها صاعقة على رؤوس الصحابة. قال: ولا الجهاد. توقع يقول لا، توقعوا أنه يقول لا، لأنه يقول يغفر للشهيد أول قطرة دم تخرج منه، فأكيد يشفع في 70 من أهله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد أنت أحسن. قال: إلا رجل. أي صفات هذا الرجل؟ لا صفات، رجل خرج بنفسه وماله، يعني جاء البيت وباع، راح أفرغ الصك وباع البيت وأخذ الفلوس، سيارة عنده باعها وأخذ الفلوس، عنده نهاية خدمة من العمل خذها، فذهب بعدين ودع أهله وأولاده وأمه وأباه كلهم وأبيه وطلع من وراح. لو من 11 ذي الحجة وهو يجاهد ألين 9 ذي الحجة السنة الجاية وهو يجاهد في سبيل الله، أي أيام مع غير الأيام العشر يجاهد ويقاتل في سبيل الله. ثم بعدين جاءت قذيفة وقطعت يده، ثم قذيفة ثانية قطعت يده، وثانية لغم فجر رجليه وانقطعت رجليه. لو رجع وأنت قاعد تشتغل في العشر هذه، من أحسن أنت له؟ أنت أحسن منه. طيب حتى لو خسر ماله كله ورجليه وأطرافه، أنت أحسن منه. طيب لو مات ورجع ماله، نزف في سبيل لين مات، بس رجع ماله أو شيء من ماله، أي شيء، من أحسن أنت. قال النبي عليه السلام في آخر الحديث: ثم لم يرجع من تبعيضية ذلك بشيء. إذا رجع منه أي شيء أنت أحسن منه. شفت قدرها عند الله وانت قاعد. طيب ايش اقدر اسوي في العشر؟ تكفى حبيبي الغالي، ان كنت ما صمت امس واليوم صم بكره، ولن حاول، تراها غاليه، يعني غاليه الايام اللي فوق. ان كنت حبيبي الغالي اذا جلست مجلس ما تقول لو في نفسك استغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 70 مره، حاول في هالايام بالذات كلها. إذا كنت ما تقول لا إله إلا الله 100 مرة قلها. إذا كنت تجي المسجد متأخر عن الإقامة 10 أيام ذي، حاول إنه يأذن وأنت في المسجد أو بعد الأذان وأنت في الطريق، حاول. إذا كنت ما تصلي السنن الرواتب فيها 10 بالذات، باقي 8، حاول. طيب سجودك لا يصير زي الأيام العادية، طولها شوي. إذا ما تقوم قم 10 أيام بس. أنا أقول لك كم هذه الأيام غالية، يمكن ما ندركها، لكن شوف قدرك عند الله إيش بيصير. كم بيفرج لك الله من هم بسبب هالعمل اللي رضي الله عنه في هالأيام، كم بيفتح لك الله، كم بيغفر لك الله، كم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى واسع عليم سبحانه وتعالى. أحبتي الفضلاء، في ختام هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبقي لنا ولكم هم إلا فرجه، ولا مريضا إلا شفاه،
ولا مبتلى إلا عافاه، ولا ضال إلا هداه، ولا مهتد إلا ثبته وأرضاه ورضي عنه إلى أن يلقاه. اللهم يا ربي نسألك بأحب اسم إليك وبأحب صفة إليك، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر بنا دينك نصرة ترضى بها عنا وأنت في سماك. اللهم انصر بنا دينك نصرة ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا نحن وأنفسنا وأولادنا وأموالنا نصرة في دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب آمنا في دورنا، وأصلح يا رب أئمة المسلمين ولاة أمورهم. اللهم اجعلهم يا رب هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم يا ربي إني أسألك لبلاد المسلمين عامة ولهذه البلد خاصة أن تخرج لها من بركات الأرض وتنزل عليها من بركات السماء. اللهم يا رب اجعلها عامرة بتقوى الله. اللهم اجعلها عامرة بالتقوى. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أحسن الأخلاق وتهدينا إليها، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. اللهم يا رب إنك قلت وقولك الحق، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم فبلغنا رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن في صدور أحبتي هؤلاء وإياي أمنيات لا يعلمها إلا أنت. اللهم لا تفرقنا من مكاننا هذا وفي صدر أحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت يا ربي قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا. إن ذلك عليك يسير، وإنك بالإجابة جدير، وإنك على هذا كله لقدير. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمها الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير وأحسن إطاعة.